تعالى نفترض فرضية خيالية كده مع بعضينا مش هتحصل على أرض الواقع. افترض إننا جبنا شخص ما هنسميه مثلا الأستاذ سين، اديناه ورقة فلوسكاب فاضية وش وظهر وقلنا له اكتب كل اللي نفسك فيه، هنحقق لك كل أحلامك دلوقتي. قعد الأستاذ سين مع الورقة بتاعته نص ساعة ولقيناه كاتب كل اللي يتمناه: فلوس، صحة، استقرار اجتماعي، نجاح، سعادة، 3 كيلو بانيه. وبعدها قلنا له معلش يا أستاذ سين، الأوردر بتاع حضرتك كله موجود ما عدا الصحة، ممكن نشيلها؟ تفتكر هيوافق؟ أكيد هيرفض. طب يا أستاذ سين، في أوردر لسه ما طلعش كان رايح للأستاذ صاد، تاخد منه الصحة وتديله الفلوس اللي معاك يتعالج بيها؟ لا برضه. طب تاخد الصحة والفلوس وتدينا السعادة؟ برضه لا. وأعتقد مش هيوافق يفرط في البني كمان. ده مش اسمه طمع، ده سعي بشري تاريخي وأزلي، اسمه البحث عن الكمال أو المثالية. ما تستغربش موقف الأستاذ سين، عشان أبوه نفسه كان في الجنة زمان وربنا سبحانه وتعالى قال له خد كل اللي نفسك فيه بس ما تجيش جنب الشجرة دي، وبرضه أكل منها.